وهي قضية متضرري خصخصة مطار الملكة علياء. بنرحب بالمهندس فايز شياب، مساء الخير بالبداية. يا مساء الخير، يا هلا بك. بداية بدنا نعطي نبذة بسيطة. هذا المطار تم خصخصته وتم الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين فيه بكامل القطاعات الفنية والهندسية وحتى يعني العمال وغيرهم، دون العودة إلى هذه العقود المبرمة التي تضمن حق العامل. وهناك عدد كبير من المتضررين الذين لقوا أنفسهم خارج إطار هذا النظام العمل، ولا يوجد لهم أي فرصة عمل، على الرغم من أن نظام الخصخصة هناك نصوص في كل الاتفاقيات على حقوق العمال. فأترك لك الحديث مهندس فايز للحديث عن هذا الموضوع. يا مرحبا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء خلينا نتحدث شوي عن الاتفاقية. الاتفاقية تم إبرامها بين وزارة النقل وبين شركة مجموعة المطار الدولي، على أنه تكون عائدة، يعني تتولى هذه الشركة إدارة المطار، بناء مطار جديد. وتكون العائدات اللي ناتجة عن إدارة هذه الشركة للمطار تكون منها نسبة 54% للدولة. طبعا اتفقوا بالبداية بالنسبة لهذا الاتفاق، بالنسبة للموظفين القدامى اتفقوا على أن تحتفظ الشركة لمدة 2 بالموظفين دون المساس بهم بأي شكل، وأنه بعد هذول 2 يحق للشركة كل سنة أنها تستغني عما نسبته 20% من هؤلاء الموظفين. طبعا لما سمعوا الموظفين بهذا الحكي وأنه يعني مهددين بالاستغناء عن خدماتهم في فترة قادمة، بدأ نوع من التململ عندهم. فاضطرت الحكومة من خلال وزير النقل ومن خلال مدير عام سلطة الطيران المدني أنها تعقد اجتماعات مع هؤلاء الموظفين. فطبعا وزير النقل ومدير عام سلطة الطيران المدني حاولوا إقناع الموظفين، ويبدو أنها محاولتهم نجحت، بأنه المستقبل بهذه الشركة هو مستقبل آمن وواعد بالخير، وأنه هاي الشركة بحاجة لهؤلاء الموظفين وبحاجة أصلا إلى ضعفهم، فإنه لا تخشوا أي شيء على الإطلاق. وأنه هذا مسألة الاستغناء عن 20% هذا مجرد سقف لحماية حقوق الشركة للي يثبت تقاعسه، أنه الشخص اللي يثبت تقاعسه من حق الشركة تستغنى عنه. فأنت يا الموظف، هذا لسان حال الجماعة اللي اجتمعوا معنا، ما دام أنك قايم بشغلك وأنتم جماعة سمعتكم جيدة ومعروف أدائكم ومعروف عملكم وأخلاقكم طيبة وكذا، فما في أي شيء يهددكم على الإطلاق. هذه كانت سياسة ترغيب من جهة، وبدت سياسة ترهيب من جهة أخرى، أنه تم نشر شائعات أنه والله ديوان الخدمة المدنية الموظف اللي ما بيوقع على الانخراط بالخصخصة، أنه ديوان الخدمة المدنية راح ينتظر لمدة 6 أشهر، فإذا ما لقى له شاغر في أي موقع حكومي رايح يحيله للاستدعاء. وهذا الحقيقة أدت إلى نوع من البلبلة وأدت إلى نوع من عدم الطمأنينة لدى الموظفين، بحيث أنه فكروا بأنه يعني لابد أو الأفضل لهم أنه يقدموا على هذه الخصخصة. طبعا احنا ما دام يعني بس لا عشان توضيح، نعم، هلا هو كان امامكم خيار للتوقيع مع هذه الشركة. نعم. بلشت الترهيب والترغيب، نعم. بنفس الوقت بالضبط، بانه انتم راح تكونوا مؤمنين وانتم مش عارف ايه من هاي، والشركة بحاجة ما تسألكم، والشركة بحاجة ما وهي راتب زيادة حوالي 15% عن الراتب السابق. رحتوا وقعتوا وانهيتوا حقوقكم نعم. القضائية بالضبط، انه بناء على الترهيب والترغيب. نعم. تفضل. انه الموظفين وقعوا على استقالتهم من الحكومة، والاستقالة من الحكومة تعني انه انتهى، ما ظل له اي حقوق عند الحكومة، وبالتالي الآن حقوقه ومستقبله هو في هذه الشركة. طبعا لا يعقل أنه حوالي تقريبا 315 موظف اللي كانوا موجودين بهذيك الفترة. طبعا سلطة الطيران المدني استغنت تقريبا، يعني أول شيء كنا تقريبا مجموعنا حوالي 400 موظف، تم هي بطريقتها الخاصة أحالت للتقاعد عدد منهم حتى صفي العدد على حوالي 315. استنكف حوالي 14 واحد اللي استنكفوا عن التوقيع، وحتى من خلال كلامهم انه لاسباب خاصه فيهم، مش لانه يعني ابصروا ما لا يبصره الاخرون، او انه توقعوا انه والله هذه الشركه في خطوره مستقبليه عليهم، لا، انما كل واحد قال انا والله في عندي ظرف كذا فانا مضطر اني بدي اظل مع الحكومه. 14 موظف. فلا يعقل انه يتم اقبال هذا العدد الهائل الا بوجود مغانم
هائله متوقعينها، او بوجود ضغوط معينه متوقعين بناء على وعود اعطوك اياها. الوعود انه انت مستقبلك امن. طيب. وحتى من ضمن الاشياء اللي روجوا لها الساده المسؤولين بانه هؤلاء اجانب، هذه الشركه شركه اجانب، مع انه الراس المال في جزء منه تلك اردني. الفتره والله مين كان مدير المطار؟ كان وزير النقل سعود نصيرات، وكان مدير عام سلطه الطيران المدني الكابتن سليمان عبيدات. نعم، هم اللي اجتمعوا مع الموظفين. يعني من احد وسائل الضغوط على الموظفين انه تم توجيه سؤال للسيد سعود نصيرات من قبل احد الموظفين، واذا في تحقيق خاص طبعا الشخص ممكن يشهد هذا الحكي واللي سمعوه يشهد. قال له يا مع الوزير اللي ما بيوقع شو مصيره؟ قال بنزت على الشارع. بنزت على الشارع. هذا كلام عليه ناس حاضره عليه وشهود، والشخص اللي سال السؤال موجود. معالي الوزير قال نعم. بأن الذي لا يوقع بنرمي بالشارع. باللهجة الأردنية الواضحة بنزت على الشارع. نعم. نعم. فيا سيدي كانت الشفافية، يعني احنا شعار الحكومة عندنا هو الشفافية. هذا الشعار. شعار. طيب ألم يكن الأحرى والأجدى بحكومة ترفع شعار الشفافية انه يجي وزير النقل ويجي مدير عام سلطة الطيران المدني ويجوا يتحدثوا الى الموظفين بروح المواطنة وبروح المسؤولية الوطنية والأخوة بالوطن وإلى آخره، إنه إحنا حابين نبصركم بالأمور التالية، إنه أنتم في ناس منكم مثلا إحنا فصلنا بصراحة الاتفاقية على مقاس الناس اللي على وشك التقاعد، وإنه في ناس لا يزال أمامهم فرصة للعمل حوالي من ما بين يعني لو ظلوا بالحكومة ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة، إنه أنتم هؤلاء واللي بالمناسبة عددهم أقل من عدد اللي كانوا أقرب للتقاعد، إنه والله إحنا من باب المواطنة ومن باب المسؤولية الوطنية نحتفظ فيكم عند الدولة وما نضغط عليكم بهذا الاتجاه إلا إذا أنتم رغبتوا، وأنتم يا أخواننا الباقيين اللي على وشك التقاعد أو متقاعدين نعم لو ظليتوا مع الشركة لربما يمتد بكم الأمر ولربما تأخذ سنوات إضافية والموضوع بصالحكم بدل ما تروحوا تبحثوا عن مواقع جديدة وعن تأقلم جديد. شايف؟ فهذه الأمور يعني لم يتم ذكر أي نوع من السلبيات على الإطلاق. طيب بعد ما وقعته شو صار؟ اللي ما الآن يعني جاي لهذا الكلام بعد ما تم. وبالمناسبة حاب أذكر نقطة قبل ما يعني نشوف شو اللي صار، إنه هذه الاتفاقية ليست كبقية اتفاقيات الخصخصة في المملكة الأردنية الهاشمية، مثل خصخصة الإسمنت وخصخصة البوتاس وخصخصة الفوسفات وخصخصة الاتصالات، إنه هؤلاء الموظفين إخواننا الموظفين تم تخييرهم بين عروض هائلة جدا، تعويضات هائلة ذكرت بعشرات الآلاف، ذكرت أرقام بال50,000 وذكرت أرقام وصلت لبعض المواقع لل100,000، إنه وحتى إنه كان ما يجبر على ترك العمل، يعني أنت مخير إنه تقبل هالتعويض اللي قيمته 50,000 اللي قيمته 70,000 إلى آخره، أو تبقى بالعمل. وكان بعضهم يفضل البقاء بالعمل، يقول أنا والله المبلغ هذا أصرفه خلال فترة وجيزة وينتهي الموضوع، فأنا مش بصالحي إني أوقع على إني أترك عملي. فكان في اختلاف كبير جدا، وكانت فعلا اتفاقية بسعر بخس لصالح الشركة وضد مصلحة المواطنين وضد مصلحة الموظفين. الآن سألتني عن الفترة القادمة أو الفترة اللي لحقت موضوع وقعتوا وقعنا واقتنعتوا بالوعود الكذابة وكل الشعارات البراقة. نعم. بعدها شو صار معكم؟ اللي صار خلال السنتين اللي كانت الشركة ملزمة فيهن بالإبقاء على الموظفين، بلشت سياسة الضغوط على مجموعة كبيرة من الموظفين، على أثرها استقال حوالي 70 موظف، هذا رقم مؤكد. نعم. يعني لو احنا نقول ضغوط زي ايش عشان توضح الصورة؟ نعم أنا راح أذكر لك هاي الضغوط. من ضمن هاي الضغوط يجي الموظف، حتى ناس منهم مهندسين، ناس منهم بدرجات إدارية عالية جدا، يعني بعضهم كان مثلا بالإدارة يكاد أن يكون مساعد مدير، أو كان بعضهم حتى مدير شؤون الموظف، إنه تعال أنت مستغنيين عنك، مستغنيين، ما رأيك تاخذ راتب 6 أشهر وتطلع. هذا أسلوب من أساليب الضغط. الأسلوب الثاني إنه يحارب الإنسان بكرامته، بمعنى إنه ينزلوه إلى موقع دون الموقع اللي كان فيه، هذا بالقانون يعتبر مخالف للقانون يعني. والله يعني كونك محامي لابد انك بالقانون ممنوع تنزيل. نعم. درجة موظف. نعم.
يوكل له أعمال لا تليق بسنه ولا تليق بمستوى السابق. عدم المؤاخذة، يعني احنا مش ضد الجيل الشاب والجيل الواعد والكذا، انه تجي الانسان تحط مسؤول عنه واحد قد ابنه او واحده قد بخبرة بنته متدنية. نعم، الشباب مثلا بعمر الورود وعلى الراس والعين واحنا وياهم كلياتنا مواطنين والمستقبل للبلد انه والهم، انه انسان يعني يتامر عليه اللي قد ابنه. وهذه مسألة تجرح يعني لا زلنا احنا لا زالت ثقافتنا أردنية عربية إسلامية عشائرية، هذا الأمر يعني لا يعقل. نعم. فاضطر على أثر هذا الحكي حوالي 70 موظف كل واحد قدموا استقالات. وللأسف أنه كان المدراء الأردنيين اللي هم المدراء اللي كانوا يتولوا هاي الضغوط، واللي هم كانوا لأنه الإدارة الفرنسية كانت ماسكة الأمور العليا، أما خلينا نقول الإدارات المتوسطة كانت إدارات محلية من أبناء الوطن، كانوا يتسابقوا لتلبية توصيات مسؤولينهم الأجانب فيما يتعلق بالضغط على الموظفين أو بتقليص العدد. هذا كان يحصل للأسف من أبناء وطننا وللأسف. يعني مثلا لو أذكر لك أو فيما بعد يعني أذكر لك يعني أمور فعلا كيف تدل على الاستغناء عن الإنسان بغض النظر عن غير سائلين اللي استغنى عنه عن كرامته أو عن جهوده أو عن مستواه أو عما قدمه من خدمات جليل المطار. هذا المطار اشتغل 25 سنة مزبوط، ولا وراح نجي على ذكر أنه هذا المطار كان مشهود له وكادره مشهود له. ففي أمور تمت والله بما لا يرضي وجه الله وبما لا يرضي الثقافة السائدة بالمجتمع اللي هي ثقافة ارحموا عزيز قوم ذل. فطبعا بعد السنتين، بعد ما انتهن السنتين، بدت مسألة بدأ حق الشركة في أنها تستغني سنويا عما نسبته 20%. بدأت هذه السياسة، بدأت الشركة بتطبيق هذه السياسة. طبعا كان يجي المسؤول الأجنبي الفرنسي أو التشيلي إلى آخره، يجي يقول للمسؤول العربي اللي هو اتفقنا على تسميته بأنه الإدارات المتوسطة، مدراء الدوائر مثلا، انه انت عندك مثلا 20 موظف، مطلوب منك تنقص العدد مثلا اطلع منهم 4 مثلا او اطلع منهم 6 الى اخره. احنا مسؤوليننا او اللي روجوا للاتفاقيه السيد سعود نصيرات والسيد سليمان عبيدات اقنعوا الناس بانه هذول الاجانب يتعاملوا بقيم اداريه غير القيم المعهوده في بلدنا، انه قيم يعني بما معناه انه انت عملك هو اللي حاميك وانه جهدك هو اللي بحميك، يعني قيم بما معناه قيم حضاريه. لكن احنا مسؤولين الأردنيين بدوا بالاستغناء عن خدمات الناس وفقا للجهويه والشلاليه والمزاجيه، ووفقا للاسف، وهذا حكي انا مستعد اذا في تحقيق عادل انا مستعد اذكره، ووفقا للخوف، بمعنى انه في مدير يخشى موظف معين، موظف يعني خلينا نقول يدعي عن نفسه انه واصل ويدعي انه صديق للمسؤول فلان ويدعي او انه مستعد يلجا نعم يلجا للعربده ويلجا للتكشير عن الانياب، هذا كان يبقى. وهذه امور البسيط المؤدب المؤدب كانت هي المراجل عليه. اي نعم، بالرغم شو خدماته، بالرغم انه يعني من الامثله انه يكون رئيس القسم المباشر يتمسك بالشخص، يعني انت عندما تكون رئيس قسم مباشر لشخص معين فانت الادرى باداء موظفك. طبعا يجي مدير الدائره اللي بالتسلسل الوظيفي مسؤول عنك، يجي يقول لك لا روح لفلان، يا اخي انا فلان هذا انا مقتنع بادائه وانا بحاجته وانا كذا، لا بس توكل على الله روح، او انه انا مطلعه من عندك مطلعه بغض النظر عن موافقتك او عدم موافقتك. والله هذا حصل، واحنا انا اقول لك لدرجه انه لو في تحقيق من جهه تحقيق عادل وتحقيق يبتغي انصاف المظلوم، احنا مستعدين نذكر الاسماء، اسماء هؤلاء المسؤولين واسماء الناس اللي عربدتهم حمتهم، واسماء المؤدبين اللي ادبهم كان كارثه عليهم. راحوا بالرجلين. نعم والله راحوا بالرجلين. فللاسف انه اللي اسمها قيم اداره حديثه وانه احنا راح تتعاملوا مع اجانب وكذا كلها وهم، كانت وهم وما تم تطبيقه، ما تم تطبيقه نهائيا. نيجي مثلا مساله تقييمات الموظفين. تقييمات الموظفين اللي الموظف اللي قيم من الرئيس المباشر، هذه وثائق محفوظه لدى الشركه، يعني تصلح كوثيقه للرجوع لها للي يحاول ينكر. نعم،
هؤلاء الموظفين والله أنا أقول لك يعني حسب معرفتي فيهم، حسب معرفة الزملاء اللي تأسفوا عليهم واللي كذا، والله تقييمات إيجابية جدا. يعني موظفين مسؤولينهم كانوا. بدي أسألك كم نعم. أسرة تضررت من قرارات الجائرة من قبل هذه الشركة؟ كم أسرة؟ أنا لا أذكر فرد. نعم، احنا كنا مثل ما ذكرت لك حوالي 300 اللي وقعوا. حاليا يعني بناء على اتصالات مع زملاء وكذا نسألهم أنا كم متبقى، سمعت انه في تعرف احيانا الناس ما تهتم بالتدقيق يعني بالامور الرقميه او كذا، بيعطوك ارقام تقريبيه، مثلا يقول لك والله اللي ظل 68 واحد. فاذا بالحاله هذه يعني اللي مؤكد انه في 200 اسره اردنيه مؤكد انها ضررت، مؤكد. على الرغم أن الاتفاقية تحمي حق الموظف يا سيدي، هي ويجب على الدولة التي كان معين فيها هذا الموظف حمايته من براثن وجشع نعم، هذه هو الشركة. كان دور الدولة كان مطلوب في صياغة الاتفاقية، بما معناه انه لا تعطي انت يا ابن البلد يا مسؤول يلي تقول انه انا والله مشارك بخدمة الوطن وانا اخدم البلد باعلى درجات الوطنية، انه كان لازم تعمل آلية لحماية هؤلاء الموظفين، ما تترك الامر تيجي تقول للشركة 20% 20%، بما معناه انه عمد 5 سنوات راح يتم كانت عادلة. التعويض مجرد يعطوه راتب شهرين بس، راتب شهرين فقط. شو ما كانت خدمته؟ شو ما كانت خدمته، راتب شهرين. ما شاء الله. اي نعم. يعني كان الاولى بالدوله انه ما دام انه ما حميت الموظفين بتعويضات عاليه مثل الخصخصات السابقه لهذا الخصخصه، كان الاولى انكم تحموا على الاقل توفروا الامان الوظيفي طبعا بآلية أخرى، أو توفروا آلية إنه الموظف يلجأ لها في حالة لما ينظلم، يكون في آلية اللي يلجأ لها. إحنا راجعنا مجلس النواب والنواب طبعا وللأسف بالمجلس السابق طبعا اللي ينحل. عرفتوا وين تروحوا؟ رحنا على اللي مر كل القصر. والله لا يخلى الأمر إنه فيهم ناس، في ناس طيبين، إحنا ما بنعمم على الجميع. وإذا مسموح ذكر أسماء يعني أذكر اسم نائب يعني وطني. في ناس طيبين وفي المجلس السابق احنا لا نعمم، ولكن غالبية تصويت هذا المجلس ضد الوطن وضد نعم المواطن. بدليل ما حصل غالبية غالبية تصويت. يعني احنا بنحكي عن وبالمناسبة انه قضيتنا ما لاقت اي عناية دون كل القضايا الاخرى، ما لاقت اي عناية حتى اعلاميا ما كانت تتغطى على الاطلاق. المجلس والله نائب واحد الله يذكره بالخير اذا مسموح لي بذكر اسمه، ما في مشكلة، هو النائب الدكتور محمد الزريقات. نعم. بذل معنا جهد استثنائي، ورجل كان يستقبلنا ببيته بالمجلس ويتابع، وراح على وزراء 2، ولقينا من بعض الوزراء تفهم، ولقينا من بعض الوزراء فوقيه، انه لقينا انه الوزير يدافع عن الشركه ما بيدافع عن الموظف. طبعا الشركه هي اللي جايبه، الوزير يقول مش لك الشعب. بالضبط. ما احنا عندنا الاردن هون في معادله معكوسه. يعني انا بدي اعتذر انه انا دائما مرات يعني بتاثر من هاي القضايا. عندنا المعادله معكوسه، النائب يدافع عن الحكومه تدافع عن شركه الخصخصه، والموظفين اللي رموا في الشارع زي ما بيحكي وزير يخاطب موظفين بقول اللي ما بيوقع بيرتمى بالشارع، بنزت بالشارع، بيدافع عن شركه اجنبيه، ما لانه الشركه الاجنبيه هي اللي فايديته مش المواطن. لو احنا عندنا المبدأ الدستوري الشعب مصدر السلطات هو المطبق، لكان هذا النائب وهذا الوزير وهذا رئيس الوزراء يرتجف خوفا امام قضيه مثل هذه القضيه. تفضل. نعم، يعني الوزير اللي قابلنا معه السيد او الدكتور محمد الزريقات كان يتكلم بفوقيه، وانه انتم جماعه بما معناه يعني، وارجو العذر للتعبير، انكم جماعه انتم طلعتوا لانكم فاشلين. وهذا حكي غير صحيح. شركه الخصخصه هي الممتازه. نعم، وانه والله اجوا هيهم الشركه وظفت موظفين جدد، عظيم جدا، وظفت موظفين اصلا هي انتم جبتوها على اساس انها رافد للاقتصاد الاردني، ايش جيد انها توظف موظفين، وهذولا مثل ما كل المواطنين يتفقوا انه كل المواطنين لهم الحق بالحصول على فرص العمل وكذا، لكن المساله مش مقايضه انه وظف واحد ودمر واحد بالمقابل، او انه لانه الموظف الجديد راتبه بالاف الدنانير اقصي 2 أو 3 مشان انك توفر له هذا الراتب. احد ارجو المعذره يعني، احد المدراء بعد ما فصل 2 من موقعه راح يدور على زياده راتب له، مع انه ياخذ 5000 دينار، راح بعد ما روح 2 راح يطالب بزياده انه يزيدوا لي راتبي. يعني بما معنى انا امنتكم بفصل الناس اللي ما بيفيدوكم، انا الان رسالتي او مهمتي استحق عليها المكافاه بزياده راتبي. طبعا. نعم. ادى الاوامر.
الأجنبية، ولما تجي تحكي معه ولا بنأدي أوامر ولا تحكي معه ولا يرجع أصله للجزيرة العربية، يعطيك أصله إنه أساس شيخ يعني. طيب شيخ ابن شيخ، خليك شيخ بأخلاقك، خليك شيخ بانتمائك الوطني. أعطيني رسالتك الأخيرة ولمن توجهها؟ يا سيدي، أنا أطالب بتشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ومن وزارة العمل، بتشكيل لجنة لكي تنظر في المتضررين من سياسة خصخصة مطار الملكة علياء الدولي، من اللي كانوا على كادر سلطة الطيران المدني، باتجاهين. إنه أول شيء هؤلاء الموظفين من حقهم، الذين خدموا المطار وقدموا الخدمات التي يشهد بها تاريخ المطار الملكة علياء، من حقهم أن يحصلوا على تعويضات. هذا بصورة عامة. وبصورة ثانية، في هناك موظفين تضرروا بشكل كبير جدا، اللي خدمتهم دون 20 سنة، خرجوا استيداع أو خرجوا بضمان مبكر أو خرجوا بلا شيء. هؤلاء الموظفين اللي نزلوا أو راحوا لسوق، هو سوق بطالة بالفترة الحالية بحكم الأزمة الاقتصادية، يعني بعضهم أو كثير منهم واقع في، خلينا نقول، مسألة ديون للبنوك، سواء ديون كقروض سكن، أو سواء أنه في عنده أبناء بالجامعة، أو أنه لمواجهة أزمة الأسعار. لا يعقل أنه واحد يطلع ب 200 دينار أو 150 دينار أو كذا، أنه بده يوفق ما بين متطلبات جامعة ومتطلبات سكن حتى بعد ارتفاع أجور السكن. نعم. وأنه يوفق مع متطلبات العيشة اليومية وفق الأسعار اللي موجودة. فأنا أطالب بتشكيل لجنة إنها تنظر بأحوال هؤلاء الناس، سواء اللي حتى اللي استحق التقاعد بحكم خدمته وأسوة، انه مش في حديث عن عوائد الخصخصه وصندوق التخاصيه وكذا والى اخره. ما شفناش انا هاي القضيه. المشكله في الاردن بقول لك عوائد الخصخصه وفوائد الخصخصه. نعم. ما شفنا غير خراب الديار بهالخصخصه. نعم. لا موظف راضي ولا الدوله اجاها مصاري عوضت. نعم. موازنه. طب وين راحت الخصخصه؟ نعم. يعني الموظف الاجنبي او المدير الاجنبي ما في حدا منهم يقر راتبه عن 35,000 يورو يعني شهريا. راتب الواحد قد رواتب. نعم. كل اللي روحوه. يعني احنا تقدر تقول حوالي 40 واحد الى 50 واحد ممكن يكونوا براتب مدير. مزبوط. احنا صرنا العبء، واحنا صرنا علة البلد، واحنا اللي مدمرين الاقتصاد الوطني، مخربين المطار. يا اخي الكريم، اقسم بالله هذا المطار يشهد تاريخه ما عمره صار فيه تعطل أنظمة، إنه نظام بالكامل تعطل وحطت الناس على إيدها لمدة 3 أيام و4 أيام. مزبوط. لا عمر تعطلت إنارة المدارج، ولا تعطلت الاتصالات، ولا تعطل التكييف بالمطار، ولا تعطل يعني الإنارة داخل كان المسافر يأتي ويجد كل الخدمات أمامه، يدخل يجد الإنارة، يجد التكييف، يجد المبنى الجميل والنظيف، يجد المصعد الكهربائي، يجد قاعدة الانتظار، يجد أجهزة أمنية تسهل له ختم الجواز، ويجد شركة طيران تؤمن له نقل أمتعته إلى الطائرة بأسهل ما يمكن. وحجم السفر يعتمد مثل ما تعرف، يعني ليس خلينا نقول والله لأنه إحنا اللي كنا مقلصين حجم السفر بالمطار، حجم السفر يعتمد على وجود المغتربين من أبناء الوطن، على وجود السياح، على وجود المستثمرين، وإحنا بمرحلة يجوز المستثمرين أقل يعني من. طيب. يعني أول شيء مهندس فايز الشياب، أنا بشكرك. أول شيء بشكرك على جرأتك لدخولك هذا المعترك لطرح قضية مهمة تهم فئة من المجتمع الأردني الذي نكن له كل التقدير والاحترام. أنا بدي أضم صوتي إلى صوتك بتشكيل لجنة من وزارة العمل، زائد شخص ممثل عن هذه الشركة وشخص ممثل عن المطار سابقا، للنظر في قضية متضرري الخصخصة في مطار الملكة علياء، بالإضافة إلى محاسبة ومعاقبة الذي غرر بهؤلاء ودعاهم إلى تقديم استقالاتهم، لأن هذا الشخص قد قام بضررهم عندما قدمت هذه الاستقالات، منعهم من تحصيل حقوقهم من هذه الشركة، وكأنه يدافع عن هذه الشركة وكان يدافع من دار أبوه مش من الشركة اللي بدها تدفع، لأنه عقود الخصخصة الشركة هي الملزمة بتعويض الموظفين. فالأخ يعني شخصية يعني وطنية يدافع عن هذه الشركة الأجنبية باستماتة. بنهاية هذا الجزء بدي أتحدث كمان بجزئية أخرى. الخصخصة في الأردن مشروع فساد متكامل، لم نجد شيء من الخصخصة في الأردن قد رفض الخزينة الأردنية أو قد واكب أو طور من أداء موظفي الأردنيين. يقال بأن الموظف الواحد الأجنبي في هذا المطار يعادل راتب 100 موظف من اللي روحوهم. مين أبدأ؟ يا مسؤولنا، يا وزيرنا، يا رئيس وزرائنا،
مين أبدأ؟ أبناء الوطن اللي انرموا في الشارع، انزتوا في الشارع كما عبر إحدى الوزراء للأسف أن يكون وزيرا كائنا من كان، أنا ما بعرف مين هو، كائنا من كان. ابن الأردن ينزت، وابن الفرنسي يجينا هون يأخذ من دمائنا هذه المبالغ الطائلة برواتب خيالية تتجاوز 50,000 يورو شهريا. في عندهم رواتب تتجاوز 50,000 يورو شهريا. 50,000 يورو بصرفوا على 300 شخص اللي ضحكتوا عليهم وأغررتوا بيهم وخليتوهم يوقعوا استقالات. أليس معيبا أن تغرر بالضعيف الأردني لتقوي القوي الأجنبي؟ عيب، هذا الذي جرى عيب. هذا مش مشروع خصخصة، هذا مشروع استهتار بأموال ومقدرات الوطن، مشروع استهتار بمواطنين محترمين يعملون لخدمة هذا الوطن أعوام 20 و30 عام تم ترويحهم بدون أي فائدة. وين قدسية هذا الموظف؟ وين حقوقه؟ وين احترامه؟ وين شهادة تقديره؟ شهادة تقديره أصبحت في الشارع، ويقول له إحدى الوزراء إذا استمريت سوف تبقى في الشارع. أضم صوتي لصوت المهندس فايز الشياب، وبشكرك على هذا التواجد، وبتمنى من الشباب يجهزوا لنا فاصل بسيط، لأنه عندنا قضيتين رفضوا أصحابهم أن يخرجوا إلى الشاشة، ولكن أمنا بأن نحمل هذه الأمانة. والله في مجال نص دقيقة ملاحظة صغيرة. نص دقيقة يا سيدي. افرض أنه لما اجوا السادة الوزراء ومدير عام سلطة الطيران المدني وروجوا إلى هذه الخصخصة بحسن نية، ولنفرض أنهم كانوا مقتنعين بأنه فعلا مستقبلنا في هذه الشركة، ولكن جرت الرياح بما لم تشتهي به السفن بالنسبة لهؤلاء الوزراء. لماذا انه يعني حتى الحكومه الحاليه وزير كان يمثلها وروج الشيء بحسن نيه لنفرض، وكان خلينا نقول، ولكن الامور ما جاءت مثل ما روج، فلماذا لا تقوم الحكومه باعاده النظر في هذا الخصخصه؟ ليش ما رجع يدافع عنكم؟ وليش ما رجع يدافع عنا؟ ليش ما رجع يدافع؟ نعم. يا سيدي ما في شيء اسمه حسن نيه. شبابنا خلينا نفترض بالجاليري، بتمنى انه بس تجهزوا لنا فاصل بسيط اذا تكرمت. عدنا لكم من جديد، ونأسف لهذا الفاصل البسيط، ولكن معنا قضية عنوانها إن الله
غفور رحيم. نعم، إن الله رب السماوات والأرض وما بينهما غفور رحيم. نوجه نداء استغاثة من مواطن أردني لديه 17 قضية خرج منهم بالبراءة التامة بحسب قرارات المحاكم وهي أمامي. هذا الشاب اعتذر عن الظهور أمام الكاميرا خجلا، لأن مجتمعنا أحيانا ينظر إلى المخطئ وكأنه مستمر بالخطأ، ولكن إذا كان الله غفور رحيم ألا يجدر بنا أن نكون متسامحين؟ أوجه نداء إلى الأجهزة الأمنية ممثلة بالسيد حسين المجالي، له كل التقدير والاحترام، وممثلة أيضا بجهازنا القضائي. هذا الشخص يحمل براءة عامة ب17 قضية، وإلى الآن يتم التضييق عليه، لا يمكن له استخراج رخصة ليعمل. فهل نبقى بمثل هذا النموذج الذي أمامنا اليوم؟ عدة قضايا خرج منها هذا الشخص بأمان، يقول لي وقد التقيته وهو جالس الآن بالاستوديو، يقول لي أنه ويقسم بالله بأنه لا يريد العودة إلى الخطأ ولا يريد العودة إلى الغلط، ولكنه يتمنى أن يمنح رخصة للقيادة أو معاملة أفضل بحيث يستطيع استخراج أوراق ثبوتية ليقوم بعمله على أكمل وجه. معي أوراق متعددة كلها بقضايا خرج فيها هذا الشخص بالبراءة. المحكمة هي جنايات جنوب عمان وغرب عمان، كل هذه القضايا خرج فيها في البراءة. فهل نعاقب هذا الشخص أو ندفعه إلى العودة إلى الخطأ؟ لا أستطيع ذكر الأسماء، ولكن أمامي حالة غريبة جدا، وأتمنى من كل ملتقط هذه الإشارة من المسؤولين وخاصة الأجهزة الأمنية. هذا الشخص لدي كامل الوثائق وسوف أقوم بمتابعتها شخصيا مع الأجهزة الأمنية ليقوموا برفع الظلم عن هذا الشخص. هذه القضايا قديمة جدا وليست بالقدم الكبير ولكنها قديمة، وكلها تحمل البراءة لهذا الشخص. فيجب أن لا نحاكم الإنسان مرتان، ويجب علينا أيضا التسهيل عليه للعودة إلى طريق الصواب حتى وإن كان مخطئا. فلا عيب ولا ضير بأن يكون أحدنا مخطئ، فالإنسان خطاء وغير معفي من الخطأ. فنرجو من كل مستمع لهذه الإشارة لهذا الصوت الآن وفي هذا البرنامج، هذه القضية سوف أقوم بمتابعتها. سيد حسين هزاع المجالي، أنا أدرك تماما قيمة وحجم الإشكاليات الموجودة لديكم اليوم، ولكن هذه حالة إنسانية بحتة، فلنتعامل مع الحالات بإنسانية حتى نتوافق على هذا الموضوع. القضية الثانية، أخت لنا طالبة في جامعة إربد الأهلية، تم الاعتداء عليها من زميلها بالضرب ورفع سكين في وجهها لأنها لم تستجب لمطالبه، وكانت مطالبه تافهة جدا مثل المشي معها في الجامعة وتهديدها بأنه إذا ما قامت بتلبية هذه الرغبة لديه بأنه سوف يفضحها وسوف يقوم بكذا وكذا وكذا. مش هون المشكلة. المشكلة الأكبر طبعا في حالات عديدة من التحرش والاعتداء والسباب والتعليقات النابية على أخواتنا في الجامعات، وهذه نماذج نتمنى الانتهاء منها. ولكن المشكلة الأكبر بأن تقوم هذه الفتاة وأهلها بتقديم شكوى إلى المتصرف في الشونة الشمالية السيد عدنان العتوم، وأعطاه بلاغا له وأن هناك قرارا بجلبه للمحكمة. شو اللي صار؟ الآن بتعرفوا شو فحوى هاي المشكلة، إنه المظلوم ببلدنا بيظل مظلوم والظالم بيظل ظالم، ما في تغيير. إنه هذا الزلمة قام بعدة أشكاليات في المتصرف، وبعديها قال أنا عندي واسطة عالية كثير وبتليفون ما بقعد دقيقة بالمخفر، وفعلا هذا اللي صار. وإذ به يفرج عنه مخالفا كل القوانين بدون صلح بين أهل هذه الفتاة وهذا الشخص، تم الإفراج عنه. ثم قدمت شكوى
أخرى للواء بني عبيد وتم التعميم عليه، ولكن الشرطة مشكورة غير قادرة على الإمساك فيه بحجة أن له قريب نائب سابق اسمه لا نستطيع ذكره. ثم قدمت شكوى للمحافظ، ومن ثم شكاوي متعددة بإلقاء القبض عليه. في قرار بإلقاء القبض على هذا الشخص، لا يستطيع أحد إلقاء القبض عليه لأنه قريبه نايب، فيهنيا للي قريبه نايب. هاي بلدنا. هذه الفتاة أصبحت تخاف من الذهاب إلى الجامعة بتهديد من شاب أرعن طائش يكون له قريبا نائبا، وأنا أتعهد لكم بأنني سوف أنقل اسم هذا النائب وهذا الشخص على الهواء مباشرة إذا لم يتم محاسبته. نحن في بلد مساواة، وإذا كان قريبك نائب انضب وصير محترم، مش يعني إنه قريبك نائب تصير تتعدى على الناس. في نهاية برنامجنا طبعا كنت معكم أنا المحامي طارق أبو الراغب، وأنا جزء من كتلة أردن أقوى التي تترأسها الدكتورة رولا الحروب. نحن هنا للاستماع إلى شكاويكم، ونعلم أن بعض الشكاوي إذا طرحناها قد نخسر بعض الأصوات، ولكننا ليس الهدف لدينا الانتخابات، بل نقل همومكم، لأننا كتلة تتمنى وتنقل واقع حال الأردنيين من مشاكلهم، من همومهم، من كل ما يعانونه، من إقصائهم، من طريقة الفوقية التي يتعامل فيها بعض المسؤولين. عمان أمس كانت غارقة في الثوب الأبيض، تمنينا أن يبقى هذا الثوب الأبيض مبهجا لنا، ولكن هذا الثوب الأبيض قد كشف كل عيوب العطاءات في الأردن. هناك كوارث كبيرة جدا كشف عنها هذا الزائر. المنخفض الجوي المبارك الذي أمطرت السماء لتروي الأرض وليس لتفيض علينا من عطاءات الفساد المقدمة في أمانة عمان. نحن هنا في قناة جوسات أيضا قد تضررنا، غرقت كل الاستوديوهات. أنتم اليوم ترون هذه التركيبة مغلوطة وليست على أتم الاستعداد أو الجاهزية التقنية، وذلك لأننا اضطررنا للبث من خارج هذه الاستوديوهات. فيا أمين عمان وينك؟ يا وزير الأشغال ووزير المياه ورئيس الوزراء الذي قام بشكر كل الفرق الموجودة. طبعا من هنا ومن هذا المنبر أيضا أوجه تحية إجلال وإكبار إلى موظفي البلديات الذين قاموا بدور هائل وقوي بدافع الإنسانية، وأخص أيضا الأشغال العامة والبلديات الذين متواجدون في مدينة الصلب وفي عمان وفي كافة المدن والقرى. هناك نداء استغاثة من البقعة. مدينة البقعة قد غرقت في المياه، المخيم غرق في المياه، ولا يوجد مسؤول قام بالرد على اتصالات المتضررين. مخيمات عدة، الكرك، السلط، انهيارات في جدران استنادية في مدينة السلط، الكرك إغلاق تام، وإعلاء، والقادسية والطفيلة المواطنون أبقوا عالقين مدة يومان. ما الذي يجري؟ هذه البنية التحتية التي صرف عليها المليارات، وللمفارقة بأن مهندسي هذه العطاءات كثير منهم الآن مترشح إلى المجلس النيابي. لماذا أنت مترشح؟ هل لتتستر على هذه الإشكاليات والفساد الذي تم في العطاءات، أم لعدم محاكمتك شعبيا ومن خلال مجلس النواب القادم؟ كتلة أردن أقوى، الدكتورة رولا الحروب، نذكركم بأنها اليوم في مدينة المفرق للقاء كل أحبائنا ومناصرينا ومؤازرينا في كل المناطق الأردنية. ساءت الأحوال الجوية ولكنها ساءت بخير، بحيث أنها أمطرتنا، لذلك تم هناك خربطة كبيرة في موضوع برامج المواعيد. أذكركم أخيرا بالقضيتين الأمنيتان اللتان معي. فتاة من جامعة إربد الأهلية، وأتعهد الآن بأنني إذا لم تحل مشكلة هذه الفتاة سوف أنشر اسم النائب الذي يهدد ويتوعد، وقريبه الأرعن الفاشل الذي يرفع الأمواس أمام الناس ويهددهم بحجة أن لديه قريب نائب. وأعود أيضا للتذكير بالمشكلة الأخرى، وهي أخونا وصديقنا
المخطئ الذي يعترف بالخطأ والذي يقول أنه توقف عن الخطأ فهل لا يزال معاقبا؟ أتمنى من أجهزة الأمن والقضاء إنصافه وإعطائه هذه الأوراق مثل رخصة قيادة وغيرها ليقوم بعمله لكي لا يعود إذا كان مخطئا، لكي لا يعود إلى الخطأ، لأن الأبواب أوصدت أمامه. وأذكر أيضا بمشاكل التي طرحت في البداية مثل النادي العربي، النادي الذي يخص أهل إربد والشمال، كيف يكون هناك تجاوزات مالية ضخمة وتجاوزات إدارية ضخمة في مثل هذا النادي العريق الذي لديه فترة طويلة وهو يحتضن أبناء إربد. أيضا المشكلة لمتضرري خصخصة مطار الملكة علياء، كيف للمسؤولين أن يرموا أبناء الوطن بالشارع لإنصاف الأجنبي المستثمر. بنهاية هذا البرنامج نذكركم بأن كتلة أردن أقوى التي تترأسها الدكتور الحروب رقمها 42، وبأن لك أيها الأردني صوتان، صوت للدائرة وصوت للوطن، فتستطيع أن تمنح أي كتلة وطنية من أي مكان في الأردن، وتستطيع أن تنتخب مرشح دائرتك. كتلة أردن أقوى رقم 42 شعارها النشمية الأردنية بالعصبة السلطية، سوف تجوب كل المحافظات إن استطاعت في ظل هذه الظروف الجوية لنكون ناقلين لهمومكم. نحن هنا لسنا فقط للترويج للانتخابات بل لنصرة من لم يجد نصرة له. شكرا لكم. في نهاية هذا البرنامج أنا معد البرنامج طارق أبو الراغب أشكر وبشدة من قام اليوم بالإعداد والتقديم والإخراج، ياسر العدينات، السيد عادل الصقور، على هذا الجهد الاستثنائي في ظل هذه الظروف الاستثنائية واستطاعتهم إخراجنا على الهواء لننقل لكم هذه الحلقة. بشكركم في نهاية هذا البرنامج وأترككم لمتابعة البرنامج المقبل على خير، والسلام عليكم.